تعالوا شوفوا عملنا ايه النهارده. نوع من الحلويات كلنا بنعشقه، بسيط جدا وسهل جدا، واهم حاجه مقاديره موجوده في اي بيت، واتحداكوا هتقوموا تعملوه اول لما تشوفوا الفيديو. دي وصفتنا المعتمده دايما. سموها بقى مكرونه في الصينيه، حلويات الفرن، وتطلع معاكم احلى من المحلات كمان، واخده لون خطير وشكلها حلو قوي جدا جدا. لو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه واعملوا شير ولايك للقناه. تحفه، وكمان لونها خطير وجميل وهتعجبكم. هنبتدي بالوصفه. لتر لبن على النار مغلي، او لو هو لسه بارد كده وطالع من التلاجة ومغلي قبل كده، بتحطي عليه 4 من الكستر و4 معالق من السكر و4 معالق من الكستر، وزائد نشا عادي. بس انا هنا حاطه 4 من الكستر زائد 4 معالق من السكر، بتقلبيهم مع بعض وعليهم كيس فانيليا. وبعد كده بياخد بس غلوه كده ولا حاجه، بيتقل معاكي. وبيكون عامه المكرونه دي او حلويات الصينيه دي بتبقى النشا بتاعها او الكستر بتاعها بيكون تقيل شويه، السمك بتاعه بيكون تقيل عشان بندخله الفرن. اما لو انت هتاكليه في اطباق او تدخليه التلاجة في اطباق ولا حاجه، دي بيكون النشا بتاعه متوسط، لا هو تقيل ولا هو خفيف. يبقى لبن، لتر لبن على النار. انا هنا حطيت في طبق 4 معالق من الكاستر على وقلبتهم في ميه. وبعد كده انا كنت غاليه بغلي في اللبن على النار، وحطيت معاهم السكر. بعد كده بحط الكاستر. تقدري عامه تلغي الخطوه دي وتدوبي كله مع بعضه على البارد وترفعيه على النار. الخطوتين كويسين، والاتنين هيطلعوا معاكي بنفس النتيجه. لبن بارد مع المكونات، وبعد كده بترفعي على النار، او اللبن بيتغلي مع السكر كده بيغلوا مع بعضه. وبعد كده بتعملي الكاستر او النشا في طبق وتحطيه عليه وهو سخن. في كلتا الحالتين النتيجه واحده، والنتيجه بتطلع مظبوطه معاكي في الحالتين. هنا القوام، لو مثلا لو اللبن معاكي مثلا مش دسم، مش اللي هو الدسم العالي ده، او لو احتاج معاكي مثلا تزودي كاستر او تزودي نشا، برضو تزوديه معاكي تبع اللبن وتبع السمك. يكون معاكي يكون تقيل، لازم يكون تقيل. بعد كده هنعمل الشعريه. نص كيس من الشعريه على نار، في معلقه سمنه ولا معلقتين سمنه او زيت، اي ماده دهنيه، وبتقلبي لغايه ما لونها يغمق معاكي وبتتحمر معاكي كويس. وبعد كده بتضيفي لها الميه. وبعد ما تضيفي لها الميه قبل ما تستوي بدقيقتين ولا حاجه، بتضيفي لها معلقتين من السكر عشان برضو تطلع مسكره معاكي وحلوه. بس ما تزوديش السكر قوي برضو عشان الحلويات فيها سكر. عامة السكر بيكون معتدل في الوصفة دي، بيكون تحفة. ومش يكون السكر عالي شوية في الوصفة دي او قليل، يكون معتدل وبسيط. عامة السكر بيكون نسبي في الوصفة دي. لو حابة تزودي سكر تبع ما انت بتحبي السكر عالي او قليل، ده براحتك. بعد ما حمرنا الشعريه ضفنا لها الميه، وبعد كده قبل ما تستوي بدقيقه ولا حاجه ولا دقيقتين بتضيفي لها السكر وبتطفي عليها النار، وبتبقى معاكي شعريه حلوه خالص. ولو هو مش هتحطي شعريه في الوصفه دي مثلا طبق ولا حاجه، تقدري تاكليها بالمعلقه او تديها للولاد ياكلوها، تطلع معاكي تحفه جدا. بنقلبها وضفنا لها السكر، وبعد كده بتهدي النار خالص لما تنشف الميه وبس. دي وصفة من الوصفات الشعبية أصلا اللي كلنا بنحبها، ومحبوبة جدا وسريعة، وتنفع كمان تاخديها معاكي في المصايف. تقطعيها أول تدخليها التلاجة وتقطعيها كده قطع صغيرة، وتاخديها في أطباق فوم كده، ولا تاخديها بالصينية وتحطي عليها استرتش كده وتاخديها معاكي المصيف، أو تاخديها معاكي في أي مكان، في الرحلات، في أي حاجة. بتكون وصفة حلوة جدا ومفيدة وخفيفة وما بتتعبكيش وكويسة جدا. وكمان لو في عزومة ولا حاجة بتطلع معاكي قطع كتيرة كمان، وبتكون بتشرفك وبتوزع معاكي كتير. هدهنا الصينية من سمنة بلدي بقى او سمنة عادية عادي. وبعد كده بتحطي طبقة الشعرية، وبعد كده بتضيفي لها كيس فانيليا كده، او لو عندك فانيليا سايله تحطي برضو، بتديها طعم وريحه حلوه جدا. وبعد كده بتضيفيها كده على طبقه الشعريه، بتعمل معاكي طبقه. وبرضو ما تخنيش الطبقه، تكون سمكها يعني لا هو تخين ولا هو رفيع، معتدل كده متوسطه، بتطلع معاكي تحفه. وشغلي بقى النار من فوق ومن تحت. لو فرنك بيشتغل من فوق، شغلي من فوق الاول قبل تحت.
وبعد كده لما تاخد وش معاكي بتغلي كده وتاخد بترفع معاكي وتاخد وش حلو خالص. 10 دقايق بس من تحت، مش لازم، وممكن ما تشغليش من تحت خالص، وممكن ما تدخليش الوصفه دي الفرن وتدخليها التلاجة شويه جوز هند كده او شويه مكسرات عليها كده، وتدخليها التلاجة وتقطعيها تمسك نفسها كده وتكون ساقعه كده، وتقطعيها بتطلع معاكي تحفه. حطيت على وشها شويه سمنه بلدي كده بتديك اللون والتحميره اللي هتشوفيها في الفيديو بعد شويه، بتطلع معاكي تحفه جدا. شغلي من تحت 10 دقايق وبعد كده تسيبيه شغال من فوق لما بياخد اللون. لو فرنك بيشتغل من فوق بس شغلي من فوق الاول، وبعد كده تشغلي من تحت 10 دقايق. بيطلع معاكي الوش المحمر الجميل ده، واخد لون خطير، شكله حلو، وطالع معانا خطير وتحفه جدا وطعمه جميل. وبعد كده بتسيبيه لما يهدى شويه وتدخليه التلاجة عشان تعرفي تقطعيه، وطالع معاكي متقطع ومش مش مفتفت ومتماسكه وحلوه خالص. انا عن نفسي بحبها وهي قبل ما تخش التلاجة بتكون دافيه وحلوه كده، وبرده بتكون متماسكه، بس برده التلاجة بتطلع معاكي بالتماسك ده، وكمان القطعه ماسكه نفسها وسمكها حلو، بتكون ما تكون ساقعه برده بتكون جميله وتحفه. ولو عجبكم الوصفه اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم. ده حاله من الحلويات الشعبيه الاصليه القديمه كمان اللي كلنا بنحبه ولازم يكون موجود على سفرتنا كمان. شكرا.